في عالم الصحة والتغذية، يعتقد الكثير من الناس أن تناول الفيتامينات هو الحل السحري لمشكلات الجسم، وخاصة تلك المتعلقة بالأعصاب. لكن الحقيقة أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، فليس كل فيتامين مفيد دائماً، بل إن بعضه قد يسبب ضراراً إذا استخدم بشكل خاطئ أو بجرعات غير مناسبة. المشكلة لا تكمن فقط في نقص الفيتامينات، بل أحياناً في طريقة تعامل الجسم معها وقدرته على تحويلها إلى أشكال فعالة يستفيد منها. في هذا النص سيتم تسليط الضوء على 3 فيتامينات مهمة للأعصاب، وهي فيتامين باء 6 وفيتامين باء 12 وفيتامين باء 1، مع شرح كيف يمكن أن تتحول من عناصر مفيدة إلى عوامل تزيد من آلام الأعصاب إذا لم تستخدم بالشكل الصحيح، إضافة إلى توضيح دور عوامل أخرى مهمة مثل الكبد والصفراء والميثيليشن والتغذية بشكل عام. 3 فيتامينات صحية قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم آلام الأعصاب، وهي فيتامين باء 6 وفيتامين باء 12. لكن سيتم أيضاً إضافة عنصر مهم جداً في هذا الموضوع، وهو فيتامين باء 1، وسيتم توضيح السبب لاحقاً. لنبدأ أولاً بفيتامين باء 6. لماذا نحتاج إلى فيتامين باء 6؟ يعد فيتامين باء 6 من الفيتامينات المساعدة التي تدخل في العديد من التفاعلات الكيميائية داخل الجسم، وخاصة في إنتاج النواقل العصبية، وهي بمثابة رسائل كيميائية تعمل داخل الجهاز العصبي، مثل جابا والسيروتونين والدوبامين. لذلك فإن فيتامين باء 6 ضروري جدا لنقل الإشارات العصبية. حتى يعمل فيتامين باء 6 يجب أن يتحول في الكبد إلى شكله النشط المعروف باسم P5B، وبالتالي فإن استخدام النوع الخاطئ من هذا الفيتامين أو الجرعة غير المناسبة قد يؤدي إلى نفس الضرر الذي نحاول علاجه. أحد أهم أسباب سمية فيتامين باء 6 هو تراكمه في الجسم، فإذا كان الكبد بطيئاً أو لا يستطيع إزالة السموم بشكل جيد، أو في حال نقص الصفراء التي تساعد على هضم الدهون، أو انخفاض مستوى الجلوتاثيون وهو مضاد أكسدة قوي، فإن فيتامين باء 6 يبقى في الدم دون أن يتحول إلى شكله النشط. وعندها قد تظهر نتائج التحاليل بمستويات مرتفعة أو طبيعية من فيتامين بي 6، ومع ذلك يكون الشخص في حالة نقص فعلي لأن الفيتامين لم يتحول إلى شكله الفعال. هذا التراكم غير المتحول هو ما يسبب التأثيرات السامة التي تؤثر على الجهاز العصبي. هناك عوامل أخرى قد تعيق هذا التحول، مثل الالتهابات في الجسم ومشكلات السكري في الدم ونقص المغنيسيوم. ننتقل الآن إلى فيتامين بي 12. يساهم فيتامين بي 12 في تكوين الغلاف المياليني الذي يحيط بالأعصاب، كما يشارك في تكوين الحمض النووي. لكن المشكلة أن معظم المكملات تحتوي على شكل صناعي يسمى سيانوكوبالامين. هذا الشكل يحتوي على كمية ضئيلة جدا من السيانيد، لكن هذه الكمية صغيرة جدا بحيث يستطيع الكبد التخلص منها بسهولة. لذلك فالمشكلة ليست في السيانيد نفسه، بل في أن هذا الشكل غير مفيد إلا إذا تحول إلى الشكل النشط، وهو ميثيل كوبالامين. وهنا يظهر مفهوم مهم يسمى الميثيليشن، وهو ضروري لتحويل فيتامين بي 12 إلى شكله النشط. كثير من الأشخاص لديهم مشكلات جينية أو صحية تعيق هذه العملية، مثل الالتهابات في الأمعاء أو نقص حمض المعدة أو ضعف البكتيريا النافعة، مما يؤدي إلى عدم التحول، وبالتالي ظهور أعراض مثل التنميل والوخز والحرقان في الأعصاب. أما فيتامين باء 1 فهو فيتامين أساسي لصحة الأعصاب، له دور كبير في إنتاج الطاقة داخل الميتوكوندريا، وهي مصانع الطاقة في الخلايا، كما يساهم في تكوين الغلاف المياليني. عند نقص فيتامين باء 1 تعاني الأعصاب من ضعف في الطاقة، وتتراكم نواتج ضارة مثل مركبات الارتباط المتقدم، بالإضافة إلى حمض اللاكتيك ومواد سامة أخرى. غالباً ما يعاني مرضى السكري من نقص في هذا الفيتامين بسبب اضطراب السكر في الدم، وهذا يؤثر بشكل خاص على الأعصاب الطويلة في الجسم، مثل تلك الموجودة في القدمين، مما يؤدي إلى الاعتلال العصبي الطرفي. تم تطوير شكل صناعي من فيتامين باء 1 يسمى بنفوتيامين،
وهو قابل للذوبان في الدهون، مما يساعده على اختراق الغلاف المياليني والوصول إلى الأعصاب بشكل أفضل مقارنة بالشكل العادي القابل للذوبان في الماء. كما أن تناول كميات كبيرة من السكر أو الكربوهيدرات المكررة يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين B1 بشكل كبير. هناك أيضا عنصر مهم وهو حمض ألفا ليبويك، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على تحسين عمل الميتوكوندريا وزيادة حساسية الإنسولين، مما يجعله مفيدا في حالات تلف الأعصاب. من المهم أن نفهم أن نتائج التحاليل الطبيعية لا تعني دائما أن الجسم يستفيد من الفيتامينات، لأن المشكلة قد تكون في التحويل أو الامتصاص. الخلاصة: يجب استخدام الشكل الصحيح من فيتامين B6 وهو B5B، وعدم استخدام الشكل الصناعي. بالنسبة لفيتامين B12 يفضل استخدام ميثيل كوبالامين بدلا من سيانو كوبالامين. أما فيتامين B1 فينصح باستخدام بنفوتيامين. كما يفضل عدم تجاوز جرعة 50 ملغراما يوميا من فيتامين B6 إلا تحت إشراف المختص. تلعب الصفراء دورا مهما في امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والتخلص من السموم، كما أن تناول الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف والخضروات المخمرة والكثير يساعد في دعم البكتيريا النافعة التي تنتج فيتامينات باء. يجب أيضا التحكم في مستوى الإنسولين، لأن ارتفاعه يؤدي إلى مقاومة الإنسولين ويمنع امتصاص المغنيسيوم، وهو عنصر أساسي في هذه العمليات. اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات بشكل صحي قد يساعد في تحسين وظائف الأعصاب، وكذلك دعم عملية الميثايليشن. ولا يجب نسيان أهمية حمض ألفا ليبويك في تقليل الالتهاب ودعم إصلاح الخلايا. في النهاية، المشكلة ليست دائما في نقص الفيتامينات، بل في قدرة الجسم على استخدامها. يتضح من هذا الشرح أن التعامل مع الفيتامينات ليس بالأمر البسيط كما يعتقد الكثيرون، بل هو علم دقيق يعتمد على التوازن ونوعية الفيتامين وقدرة الجسم على الامتصاص والتحويل. فكم من شخص يتناول المكملات بانتظام ومع ذلك لا يشعر بتحسن، بل قد تزداد حالته سوءاً، والسبب في ذلك يعود إلى خلل داخلي في آليات الاستفادة من هذه العناصر. إن فهم هذه التفاصيل يمنحنا وعياً أعمق بكيفية العناية بصحتنا بشكل صحيح، ويجنبنا الوقوع في أخطاء شائعة قد تؤدي إلى نتائج عكسية. لذلك فإن التركيز يجب أن يكون ليس فقط على ما نتناوله، بل على كيفية استجابة أجسامنا له، مع الاهتمام بصحة الكبد والجهاز الهضمي ونمط الحياة بشكل عام، لضمان تحقيق الفائدة الحقيقية من هذه الفيتامينات ودعم صحة الجهاز العصبي بطريقة فعالة وآمنة. إذا وصلتم إلى هنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا كتابة تعليقاتكم أسفل الفيديو عن أي موضوع تحبون أن نتحدث عنه في الفيديو القادم. شكرا لمشاهدتكم، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية.